المرة دي هو مش إعلان على قد ما هو ريفيو. أنا كنت جبت حاجات أونلاين. طبعا انتوا عارفين الكورونا والحاجات دي، وأنا أصلا مبقتش بنزل أي محلات عشان تجمعات وكده. ففي جروب حد قال لي عليه، يعني دخلت عليه شوية حاجات. أنا أصلا يعني كنت بطلت شراء، وأنا عدوة الشوبينج، بس هي الحاجات أسعارها تخلي أي حد عايز يشتري. فانا يعني رغم ان انا شكلي مرهق راجعه من الشغل وكده، بس صممت ان انا اروح اشوف الحاجه عندها واعمل لها ريفيو من قلب بيتها. يعني بس انا اقتحمت بيت الناس عشان اعمل ريفيو على الحاجات اللي عندهم. هي مبدئيا كده عندها كوتشيات بناتي، كوتشيات رجالي، ابوات بنات كبار كده زينا، وامهات واطفال، وشنط باك وشنط عاديه وشنط سواريه وشنط جلد وشنط قطيفه. انا اتفاجئت اصلا من الموضوع. انا كنت بحسب الموضوع على قد كوتشيات جميله وكده، وانا بحب الحاجات العمليه. فهي الكوتشيات بتاعتها اصلا لدرجه ان انا خرجت اول يوم بيه انا افتكرت ان انا ماشيه بالشراب ناسيه الكوتشي. انا مش حاسه اصلا ان في كوتشي في رجلي. فانا يعني هوريكم الحاجه اللي عندها بكل بساطه كده. لفوا معايا لفه. بصوا والنبي، بص الجمال. بص يا نهار ابيض يا فندم، انا ممكن اخد الجزمه بالشنطه. انتوا هتحاسبوني على الموضوع ده؟ يعني الكوتش ده طالع من عين اي حد. يعني انا بشوف الناس على الجروب بتتخانق عليه. فاتمنى بس ان الواحد يلحق اي قطعه منه من كتر جماله. بص الكوتشي النبي. بس يعني انا بشوف الحاجات دي عند ناس كتير اونلاين، بس ما اعتقدش ان التقفيل هيبقى كده او الخامات هتبقى كده. النبي هلا اقرب لكم الكاميرا. بص التقفيل يا باشا. بص يا باشا، ده 190 جنيه. يعني انا ما هو مش جايب تمن اكله في اي عزومه بره. مش جايب تمن خروجه. كوتش النبي، كوتش ده بكام ده؟ 145. يا نهار اسوح. 145. كريسماس جاي، فالنتاين جاي، اعياد ام جايه. سعيد الام ان شاء الله نلحقها بقى ايه في البوات. بص والنبي، بص المنظر، بص البوت يا باشا. بص بسكويت يا جماعه. والنبي بص شكل البوت، بص اللون. يعني انا الحاجات دي بكام البوت ده يا باشا؟ ب 170. 170. النبي ممكن اعتبره مخده. حبيته. الموضوع انتهى. يعني انا حبيت البوت. بص دي بقى البوات سواريه. سواريه ويجوز. يعني مش عايزه اقول لكم ان انا جايبه من نفس البوت ده. كان عندها بقى شنطه نفس خامه البوت، فتبقى ماشي مطقم. يعني عشان الحركه والحلاوه. فتاخدي بقى تخش اي فرح حاجات بعدين نبقى نقولها في فيديو تاني. اخر واحد ب 150 مقاس 37. ما لحقتوش انا في الخصم. انت اخداه اكتر من كده. ما لحقتوش. طب انا اصلا مقاسي 37. ممكن ارجعه لكم القديم واخد ده في الخصم. ده ب 150 عشان اخر قطعه في الخصم. مقاس 37. اللي مقاسها 37 تيجي في الفيديو بسرعه. وده اطفال. واحنا يعني يوم 7 يناير ان شاء الله عيد الاخوه الاقباط. النبي بص الجمال يا باشا. بالشراشيب. جاهز بشراشيبه. النبي الحاجات. انا بقى ايه يعني الشنط دي انا ما اعرفش. انا عارفه انها طالعه ترند اليومين دول. اللي هو دي اللي هي الودعه ولا الصدفه؟ صدفه. شنطه الصدفه ب 100. دي ايه؟ ب 100. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. دي ب 100 جنيه. ممكن انزل افرش في الشارع وابيع لكم الحاجه دي واجي. طيب يعني ب 100 جنيه ايه؟ الحاجات دي بره باسعار مهوله يعني. ما والنبي يا جماعه اللي مش هتكلم. انا مش هقول تاني. انا بقيت حاسه ان انا واقفه ببيع في الوكاله من كتر ما الحاجه رخيصه يعني. بقى بص عندهم هنا في البيت بقى ايه، مروحه عليها بوسه عجبتني قوي من ساعه ما جيت. بص الشنطه يا باشا. بص دي بقى لمهمهاتنا، عشان امهاتنا بيشيلوا يعني تقريبا بياخدوا البيت في الشنط. عايز ب 135. 135 يا باشا. اللي عايز يهدي ماما الشنطه ب 135. مش هنقول تاني. 135 جنيه تحط بقى فيها ايه؟ كل الابر، كل الفتل. تلاقي مع ماما حاجات غريبه، اساتيك وبواقي البان، نص البانه محطوطه، وحته لبانه ذكر اللي بتبقى مقسومه نصين، القلب دي بقى كله في الشنطه. دي تشيل بقى، دي تشيل وتستحمل عشان ايه. وبعدين اليد بتاعتها مريحه اهي كده تمشي. في الدراع تمشي. في ايه طويله جوه؟ في ايه طويله جوه عشان لو ماما مش هتعملها كروس. مش مشكله، بس يعني تيجي تشيلها لي انا. بتشيلها لنا ليه؟ لا مش ما تجيبوش الشنطه دي. ما تجيبوش طالما انا هتعب. لا بجد والله الحاجه بعدين بصوا ده الترند. فين ابو هشيمه؟ ب 160. ها 160. 160. الترند ابو هشيمه ب 160 جنيه اهو.
احنا جبنا التايجر، يا رب ابو هشيمه يجي، يعني نبقى عملنا اللي علينا خلاص، قدمنا السبت فين الحد عشان يجي بقى، تعبت. يعني انا بص، ده الكوتشي اللي انا عظيم مصر يا ارض اللواء. بص انا بص اهو لابسه اخوه في رجلي اهو، عظيم في المشي كانك مش لابس اي حاجه. في منه حريمي ورجالي. 135 كوتشي ب 135. قلت له بتناموا الساعه كام؟ يعني عشان الموضوع بقى صعب بالنسبه لي يعني بتاني مش هتكلم بقى. يعني هو اديكوا شفتوا انتوا الحاجه. بص الشنطه، بص يا باشا، بص دي برضو شنطه لماما يعني، وفيها 3 سوتات ب 135. والله لو اوري الناس. افتح يا ابني، افتح، ساعد اخوك ابو جبل يا جماعه. بص يا باشا، سوسته اهي، والتانيه ايوه سخنا التليفون كده، والتالتة بص وسع الشنطه بقى، بص المنظر. ماما مش هتحط ماما هتحطك انت شخصيا في الشنطه وتمشي بيك. فيعني مش عارفه اقول لكم ايه. الحاجه تحفه. انا اسفه ان انا اقتحمت بيتكم كده بالليل، بس يعني انا باجي من الشغل متاخر، والحاجه من كتر جمالها انا قلت لازم اجي واعمل ريفيو عندكم في المكان. بعدين انا مش هشتري الحاجات دي كلها عشان اعمل ريفيو عندي في الشقه، احنا كحيانين يا محمد. فاحنا ايه جينا لهم شخصيا وعملنا الفيديو عندهم. هي ربنا يوسع رزقها، وانا برضه احط لينك الجروب على الصفحه، هتلاقوه فوق على الفيديو، وهنزله في ستوري عشان ملكوش حجه. وعايزه بقى الجروب يتشقلب. اتفقنا؟ يلا باي باي.